السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم امين يا رب العالمين. صباحكم ويومكم زي العسل. النهارده بقى فيديو كده حلو قوي، ان شاء الله باذن الله تستفادوا منه. اول حاجه عملتها عملت القهوه. انا كنت فطرت الحمد لله والشكر لله، بس كنت بقى لسه شاريه قهوه، وانا لازم اول ما بشتريها لازم اخد فنجان كده وهي لسه بقى متحمصه وجميله قوي قوي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. كان طعمها حلو جدا جدا. انا بجيب القهوه من الخيال، واوقات بقى بجيب العميد. اوقات بجيب ايه يعني ايه يعني انواع تانية. مش ثابته على الخيال لوحده. المهم دلوقتي كنت جايبه بقى مشتريات الشهر، يعني الرز، مكرونه، دقيق، سكر. يعني الطلبات اللي احنا بنجهزها للبيت كل شهر. ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. كنت جايبة مكرونة رويال، كان عليها عرض فجبتها. على فكرة يا بنات حلوة قوي قوي. انا بسجل لكم الفيديو ده بعد ما جربتها كتير، ما شاء الله بتاخد سوا وحلوة قوي قوي. يعني لو قارناها بمكرونة حوا يعتبروا هما الاتنين نفس الطعم ونفس المكرونة. وجبت كمان دي وبعدين جبت بقى الملح ده حلو قوي قوي، بس خدوا بالكم ان هو بيحدق الاكل اكتر من اي ملح تاني. يعني لو مقدارك مثلا عامله معلقه في برطمان الملح عندك، لا هتبقى اقل من الملح اللي هو ايه الاكياس وكده. الملح ده زي ما بقول لكم بيحدق. وجبت طبعا ذرة فشار ده اساسي، وجبت عدس اصفر علشان هعمل فول وكده، فلازم يكون موجود معايا. وجبت بقى جبنة، وجبت مكعبات مرق دجاج. الجبنة دي انا عارفة ان هي مش صحية خالص، ولكن انا بحاول يعني بقدر الامكان ادخل القريش واعودهم عليها واحدة واحدة كده. بس طبعا انتوا عارفين ان معظم الولاد مش بتحبها. بس يعني ان شاء الله باذن الله محاولات كتير كده وان شاء الله ياكلوا الجبنه القريش. جبت كمان الصلصه والمربى دي من نفس الشركه. عايزه اقول لكم ان هي حلوه قوي قوي وسعرها جميل قوي قوي ما شاء الله. يعني عايزه اقول لكم بجد احلى صلصه، تحسي كده ان الصلصه انت عاملاها في البيت، وبجد المربى بتاعتهم حلوه قوي قوي. وجبت برضو زيت، وجبت ازازتين لبن عبور لاند. يعني مش بجيبه دايما اللي هو عبور لاند، ممكن اجيب المراعي، بس اللي لقيت عليه عرض عبور لاند فجبته بقى وخلاص. طول الصيف مش بعرف اجيب لبن فلاحي خالص لانه بيروب مني، ومش ببقى عارفة يعني ايه اللي هو مش بستفاد منه قوي. انا ببقى جايباه علشان ايه نسكافيه، علشان مثلا شاي بلبن، علشان يعني الولاد يشربوا منه. يعني يا دوب بغلي مثلا كيلو اللبن، لو عملت منه حاجة الصبح تمام، على اخر اليوم يكون خلاص قطع مني. فالجو حر زي ما انتوا عارفين، فبجيب بقى اللي هو اللبن المعلب، يعني بيبقى ليه روح شوية وبياخد وقت طويل وهو في التلاجة كويس. المنظفات بقى جبت اتنين بريكس. عايزه اقول لكم ان هو جميل جدا جدا ومزيل بقع رائع، يعني احلى بجد من الكلوريكس بصراحه. جربوه عن تجربه وكمان سعره كويس. وجبت بقى جيركن فيبا، وجبت بقى الاسبونشات دي. عايزه اقول لكم ان انا الاسبونشات دي مش بستغنى عنها خالص خالص بصراحه. احلى من اي سبونشات تانية انا جربتها. طبعا هي موجود منها انواع كتير جدا جدا في السوق، ولكن النوع ده عايزه اقول لكم ان هو لا يقارن باي نوع تاني. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الاسبونشة لحد ما بتيجي مثلا تستعمليها في حاجه تانية بتكون زي ما هي. يعني بستعملها شويه مثلا على حوض المطبخ، وبعدين بعقمها واغسلها كويس جدا جدا، وبعدين ممكن مثلا اغسل بيها بقى حوض الوش، الحمام كده. فما شاء الله والله بتفضل تحفه، جميله جدا جدا بعكس اي نوع تاني زي ما بقول لكم. المهم شلت بقى ايه الطلبات اللي انا جبتها، وطبعا هشيلها في اماكنها. وهنا كنت هعمل الغدا. هعمل مكرونة
وستريبس، عايزه اقول لكم يعني دي اسهل اكله في اليوم اللي بخرج فيه او بكون مشغوله، مش عارفه، ما عنديش وقت، مش عارفه ارتب يومي، اليوم بيجري اصلا وانا لسه ما خلصتش المهام اللي انا عايزه اعملها والشغل وكده. فدي الاكله بصراحه اللي انا ايه يعني يعني ايه اللي هو بعملها وبحس ان انا يعني الحمد لله عملت غدا ورضيت ضميري والولاد انبسطوا وكلوا. بعكس طبعا يعني ما اعملش او مثلا اشتري اي حاجه من بره او كده. فسلقت المكرونه، وهنا كنت بعمل الصلصه بتاعتها. هنا بقى حطيت معلقتين صلصة كده، انا الصلصة دي ممكن البرطمانين دول يكفوني طول الشهر ويبقى منهم كمان. استعمالي فيها مش كتير يا بنات، علشان برضو الى حد ما هي مش صحية. يعني انا لما بحس ان المكرونة لونها كده سوري الصلصة كده لونها مش عاجبني، فبضيف مثلا معلقة صلصة وكده. وضفت بقى ايه بابريكا، وضفت مكعب مرقة دجاج. وطبعا المكرونة لازم يعني نزود لها الزيت شوية علشان تبقى مفرفرة معانا وتبقى جميلة وزي الفل. طبعا انا قلت لكم الطريقة بالتفصيل في الفيديو اللي قبل اللي فات. وهنا بقى حطيت الطاسة على النار علشان كنت هحمر الستريبس. آه لا، كنت هحمر البطاطس الاول سوري، وبعدين هحمر الستريبس بعدها. كده كده عادي، يعني البطاطس بحمرها في زيت نظيف طبعا، بتكون اول قلية. وتاني قلية بقى ممكن مثلا لو هعمل مسقعة وبعد كده برميه، لو هقلي مثلا بانيه وبعد كده برميه، لو سمك وبعد كده برميه. فعادي لما نستعمل الزيت مرتين ورا بعض. انما لو هنقلي بطاطس بس في نفس الزيت عادي، ممكن تحمري 3 مرات عادي في الزيت، مفيش اي مشكلة. وده يعني من كلام الدكاترة وكلام ناس يعني فاهمة وعارفة. جبت هنا بقى الستريبس ده. انا كنت انا يعني جايبة صدور الفراخ ومتبلاها وكنت عملت له الكفر وكل حاجه، وكنت هنا ايه بحمر. وما شاء الله ولا قوه الا بالله، الكفر لا فاكك ولا اي حاجه، ولونه جميل وزي العسل. ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. طبعا هو الاستريبس مش بيتحمر بالسرعه دي، بس طبعا يعني انا بسرع الفيديو علشان ما يكونش فيه ملل او زهق او كده. بس هنا كنت خلاص هغرف المكرونه علشان كنا هنتغدى في الوقت ده. يعني كنا بعد العصر تقريبا، الساعة كانت 5، احنا بنتغدى في الوقت ده. الا بقى اليوم اللي بكون طالبة فيه سمك مشوي، لا، وقت ما السمك المشوي بيجي بنتغدى عادي. بس كده. عملت بقى المكرونة والستريبس والبطاطس وعسل قوي قوي ورضا، وربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. عاملين ايه بقى في الوقت اللي احنا فيه ده؟ طبعا انتوا عارفين بيكون الوقت ده صعب على الجميع. كلنا بنجهز بقى لدروس وبنشتري كتب وبنشوف مدرسين، وحيرة بين المدرسين والمواعيد وحوارات كتير قوي قوي. ربنا يعديها على خير يا رب، ويجعلها كده سنة سعيدة على الجميع يا رب، اللهم امين بالتوفيق يا رب. كنت عملت بقى عصير جوافة. كان عندي كيس في الفريزر كده فطلعته وعملته. واخر اليوم بقى كان عندي جيلي، فقلت من الشهر اللي فات الجيلي ده، فقلت بقى ايه اطلع كده واعمل. بصراحة بيكون من الحاجات اللي بترطب جدا جدا، انا بعشق الجيلي. ويا سلام بقى لو في قطع موز، يعني بصوا يبقى كده حبيبي، ينزل كده على القلب على طول، بيرطب. ومن الحاجات اللي مش مكلفة خالص خالص، يعني مش شرط خالص ان احنا علشان نعمل حاجة حلوة تكون مكلفة ابدا. يعني الجيلي من الحاجات